السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله اقول لكم على وصفه من اختراعي. انا والله ما شفتها من حد، انا كده جت في بالي وقلت اعملها لكم. بسيطه قوي قوي قوي، هي لف الجلاش مش هتحتاجي غيرها، وهتعمليها بطريقه جميله قوي، هيطلع طعمها تحفه. بجد بجد طعمها يعني صدمني، ابهرني كده بيها بصراحه. يلا نبدا، بسم الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واقول لكم انا عملت لفه الجلاش دي ازاي. بصوا شكله مورق ازاي وجميل، بسم الله ما شاء الله. يا دوب مش هتحتاجي اي حاجه مع الجلاش خالص، الا يا دوب طبعا حبه سمنه، واكيد طبعا انت عندك السمنه في البيت موجوده. وده طبعا اهو العسل. انت بقى لو حباه ناشف، لو انت بتحبي الجلاش مقرمش تخلي العسل بارد والجلاش بارد. لو انت بتحبيه طري تخلي حاجه منهم سخنه. انا جبت لفه الجلاش العاديه اللي هي من السوبر ماركت او من السوق، اللي هي نص كيلو ديت. بصوا مش هنعملها ولا هنفكها ولا هنورقها ولا اي حاجه، زي ما هي كده. بس هي بس لو مفكوكه سنه هتبتدي ايه ان انت تلفيها تقفليها زي ما هي، وهنقطعها بالطريقه اللي انت شايفاها ديت. بصوا، بصوا مكمرقه ازاي. طبعا معانا صينيه مدهونه سمنه او زبده زي ما انت عايزه، او صاج، اي حاجه. طبعا هتكوني مشغله الفرن مسخناه. بصوا هي لو فكت من الطرف بس كده هتلفيها، وزي ما انت شايفه كده هتبتدي تقطعي كل اللفه بنفس الطريقه ديت، وهترصيها في الصينيه. بصوا طريقه بقى اسهل من كده مش هتلاقوا. بجد والله العظيم طعمها تحفه تحفه، من غير اي حاجه، ساده كده طعمها جميل. بصوا جايبين كوبايه سمنه سايحه اهي، هنبتدي نحط على كل لفه كده معلقه بنفس الشكل دوت، وهندخلها الفرن طبعا لحد اللون اللي انت عايزاه، بتحبيها فاتحه او غامقه براحتك. اهو كده خلصنا اهو الصينيه. هي الصينيه بس كانت كبيره شويه، اللفه ما كفتهاش. ما تنسيش بقى تتابعيني مطبخ ست البيت، وتحطي لي لايك حلو كده زيك والكومنت، ولو لسه مش مشتركة في القناة بتاعتي يا ريت تشتركي. وان شاء الله لو عجبتك بقى الوصفة ديت تدعي لي دعوة حلوة كده من قلبكم. بصوا ما شاء الله مورق ازاي ومقرمش وطعمه جميل. بصوا طريقة جديدة جربيها ان شاء الله، ان شاء الله اكيد هتعجبك. لو عندك بقى مكسرات تحطي عليها جوز هند، اي حاجة اللي عندك. انا بصراحه ما كانش عندي غير جوز هند، وقلت بلاش احطها عشان ولادي. كان عندي بقى كده كيس شوكولاته سيحته وحطيته عليها بالشكل اللي انتوا شفتوه في الاول. وزي ما قلت لكم العسل حاجه بارده وحاجه سخنه، لو انتوا عايزينها ايه متوسطه، ولو انتوا عايزينها مقرمشه قوي يبقى الاتنين يبقوا باردين. يبقى انت عامله الشربات من قبليها. الشربات دوت كوبايه سكر وكوبايه ميه، ولما يغلوا تحطي نص ليمونه كده او عصره ليمونه كويسه، وخلاص هيغلوا لمده ربع ساعه وتطفي عليه. بصوا كده بقى نرصه في الطبق، ونحط عليه بقى ايه صوص الشوكولاته دوت. اي حاجه طبعا عليه موجوده عندك تقدري تحطيها عليه. بألف هنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.